السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم حسب طلباتكم راح نسوي البامية العراقية بطريقة كلش سهلة، ان شاء الله راح تعجبكم. شوفوا حبايبي، بالبداية افضل لحم للبامية هو لحم الضلوع، اطيب شيء يعني. هسه عندي هنا بقدر على النار اخلي شوية زيت. هسه راح نحمس اللحم بالبداية نعطيه لون. هسه بعد ما اخذ هذا اللون الذهبي راح انزل عليه المي. راح اخلي ويا اللحم فصين ثوم بس، كل شيء لا تخلون بعد. هسه بعد ما قام يغلي، اذا طلعت من عنده زفره نشيلها، اذا ماكو راح نغطيه ونصيه على نار هادئه تقريبا 3/4 ساعه وبعدين نرجع له. وهسه قريب ما يستوي اللحم، يعني 3/4 ساعه. عندي بقدر ثاني راح اخلي شويه زيت، وعندي هنا كم فص ثوم مفلسه، راح شويه احمس الثوم. شوفوا حبايبي، بين ما ينحمس الثوم عندي هاي هنا باميه منظفه، هاي فريش طبعا. راح اغسلها بمي وملح. انا غاسلها بس هاي غسله ثانيه حتى اراويكم. غسلتها بمي وملح بهذا الشكل، وبعدين راح نصفيها. صفيتها من المي، هسه راح اضيفها فوق الثوم. راح نحمسها تقريبا 5 دقائق، نظل نقلب بيها الى ان تاخذ شويه لون شقار. الغسل حبايبي هذا هسه غسلناه، خلوها فتره بالمي وملح 5 دقائق 10 دقائق ناقعه، وبعدين نصفوها. انا سويتها مره ثانيه، سويتها حتى تشوفوها بس. هسه بعد ما حمسناها عندي هنا طماطه ضاربها بالخلاط بدون اي مي. راح اخلي شويه بالبدايه، هاي الكميه. راح اخلي هاي الكميه الطماطه تقريبا مقدار 3 خواشيق 4، اخليها تلشع ويا الباميه، تنحمس شويه تلشع تنشف المي الطماطه، بعدين نضيف باقي المكونات. هسه راح اخلي تقريبا نص قاشوقه معجون، طبعا معجون اختياري، بس اذا تحبون يصير بيها لون، هي ممكن بس طماطه عادي. نحمسه شويه وياها. هسه بعد ما انحمس راح انزل اللحم هذا 3/4 استوى اخذ بس، راح انزله فوقه شويه تقليبه سريعه. هسه راح انزل عليه مي الطماطه. مي الطماطه هذا حبايبي مصفيه، يعني تشرخه بالخلاط او بالمحضره ومصفيه كل الزين. راح اضيف فوقها شويه من مي اللحم. كميه الطماطه هاي تقريبا 5 طماطات او 6. هسه راح اخليها اول ما راح تبدا تغلي، طبعا رشه ملح راح اخليه. وهذا تقريبا هسه اقل من ربع خاشوقه مال شكر فوق الباميه، حتى شنو تكسر الحموضه مال الطماطه اللي خليناها ويتعادل الطعم. هسه راح تبدا تغلي، راح انصيها واخليها على نار هادئه تتهدر كل الزين تنسبك، بعدين نقدمها. هسه هذا المي اللي زاد مال مي اللحم شغل عليه النار، راح اسوي بيه تمن. عندي هنا تمن بسمتي او عنبر منقعه تقريبا نص ساعه، راح انزله فوق المي، راح اخلي له ملح. اساوي التمن بهذا الشكل واكمل مي عادي فوقه. قياس المي بس مجرد يغطي، بس يغطي اخر حبايه. هاي هي راح ننتظره اول ما يبدا يغلي، نصيه على نار هادئه كلش ونغطي. هسه التمن بعد ما استوى تقريبا اخذ نص ساعه بالضبط. قلبته اثناء هاي النص ساعه مرتين. راح اخلي له شويه هذا اللون الزعفران، وهذه الباميه همين كملت. وهذا التمن اللي كبسناه بمي اللحم. وهاي حبايبي الباميه العراقيه، طريقه مبسطه، ان شاء الله عجبتكم. شكرا لكم، شكرا على دعمكم، وانتظروني فيديوهات جايه، ومع السلامه.